بتدور أحداث الأنمي بتاعنا في المستقبل بعد ما كوكب الأرض ما بقاش صالح للحياة بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وده خلى سكان الأرض يهاجروا للقمر ويبنوا مستعمرات هناك. بس بعد فترة من الزمن بيقرروا يبعتوا بعثة من سكان القمر عشان يعيدوا تعمير كوكب الأرض، لكن في ظروف غامضة كائنات غريبة بتهجم على كوكب الأرض والبعثة بتفشل وبينقطع تواصل سكان الأرض مع سكان القمر. فلو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل خليكم معانا. بتبدأ أحداث الأنمي النهاردة بصديقين بيتدربوا مع بعض باستخدام قواهم الروحية، والاتنين قوتهم بتكون جبارة. واحد منهم بيقدر يتحكم في قوة الهواء وده ناجي، والتاني اللي بيقدر يحرك الأشياء عن بعد وده بطلنا يويتو. بس بيقطع القتال بينهم رسالة من المنظمة بتعرفهم إن الحفلة التعريفية للطلاب قربت تبدأ، وبنعرف إنهم انضموا أخيرا لقوات الجيش. ساعتها بيجروا بسرعة علشان يلحقوا الحفلة، وبنشوف بعدها إعلان على شاشة ضخمة وهم بيتكلموا فيه عن الحفلة التعريفية للدفعة الجديدة في وحدة قمع الكائنات الأخرى، ودي عبارة عن كائنات بتتغذى على أدمغة البشر ظهرت بشكل غريب على كوكب الأرض. وبتظهر صورة يويتو بصفته أهم طلاب السنة دي، والمذيعة بتقول إن ده طبعا لأنه ابن جو سوميراجي رئيس الحكومة، وكمان يبقى أخو القائد الأعلى للقوات القمع اللي اسمه كايتو. بس فجأة بتظهر رسائل تنبيه في كل مكان بوجود حالة طوارئ خطيرة بسبب هجوم الكائنات الغريبة على المدينة. بنروح للمكان اللي الهجوم حصل فيه، بس بيظهر شخص قوي جدا اسمه اللواء كارين بيقدر يقتلهم بضربة واحدة، وبيساعده في ده اللواء فوبوكي اللي بمهارة الجليد بتاعته بيخلص على الشوية اللي فاضلين من الوحوش ويقضي عليهم بكل سهولة. بنروح بعدها لمبنى الإدارة واللي بيكون فيه كل طلاب الدفعة الجديدة، وبيكونوا منتظرين اللواء كايتو اللي بيقدم نفسه للطلاب وبيرحب بيهم وبيشجعهم. وأول لما بيخلص كلامه كل الطلاب بيظهر لهم شاشات إلكترونية فيها وظيفتهم ومعلومات عنهم. في خلال كل اللي بيحصل ناجي ما بيكونش مركز نهائي، وده لأنه أعجب بطالبة اسمها ناومي. بعد شوية الطلاب بيخرجوا من المبنى وناجي بيدور على ناومي عشان يتعرف عليها، واللي بتكون مع أختها كاساني. ومن قاعدة البيانات بيعرف ناجي ويويتو إن كاساني أخت ناومي بالتبني، وده لأن أم كاساني ماتت في حادثة هجوم من الكائنات الأخرى، وساعتها عائلة ناومي اتبنتها واعتنوا بيها. وفي خلال ما هم ماشيين بيقابلوا واحدة اسمها هانابي من فرقة الكشافة، وبيتضح إنها صديقة يويتو من الطفولة. بيكملوا طريقهم وبيروح ناجي ويويتو مع هانابي يقابلوا قائدهم الجديد سيتوا، وقوته بتكون عبارة عن التحكم بالكهرباء، وبيطلب من الطلاب يعرفوا نفسهم. فبتبدأ هانابي تعرف نفسها وبتعرفهم إن قوتها هي التحكم بالنار، وناجي بيتحكم بالهواء، أما يويتو قوته تحريك الأشياء. ساعتها سيتو بيخلي الطلاب القديمة تعرف نفسها للطلاب الجداد. بتبدأ نازار اللي قوتها الاستبصار، وكاجيرو اللي بتكون قوته الاختفاء. وقبل ما يكملوا تعارف بيقطع كلامهم إنذار بوجود وحوش خطيرة في منطقة سوزوكو، ومطالب من فريق سيتو وفريق القائدة كيوكا يتعاملوا معاهم. وفريق سيتو بيجروا بكل سرعة ناحية المكان، وبيتواصل معاهم واتارو اللي بيظهر لهم من الشاشة الإلكترونية، وبيعرف نفسه للجنود الجداد إن قوته التخاطر والمراقبة. وبيعرفهم كمان إن فريق كيوكا قرب يوصل وهيكون مسؤول عن النقطة F، إنما فريق سيتو مسؤول عن النقطة E. ولما بيوصلوا للمكان سيتو منع يويتو وناجي من المشاركة وقال لهم يستنوا الدعم، وباقي الفريق بيستعدوا للقتال ويتحركوا ناحية الوحوش لحد ما بيوصل فريق كيوكا واللي بيكون منهم كاساني وناومي وبينضموا ليهم. وبتبدأ كاساني تقاتل الوحوش بالسيوف، ويويتو وناجي بيراقبوا اللي بيحصل من شاشة النظام. بس فجأة بيجي للكل إنذار بإنقاذ طفلة صغيرة وحش من الكائنات قدر يحاصرها، ولأن يويتو وناجي قريبين منها بيقرروا يعصوا أوامر سيتو ويروحوا ينقذوها. وأول ما يويتو بيوصل وبيشوف الوحش هيهجم على الطفلة بيفتكر نفسه في الماضي لما تعرض لحادث مشابه ووحش هجم عليه وكان هيموته، لولا جندية من جنود الإنقاذ ضحت بنفسها وأنقذته. بيتحرك على طول هو وناجي وبيهاجموا الوحش، بس لأنهم ما عندهمش الخبرة الكافية الوحش بيكون هيخلص عليهم لولا تدخل ناومي وكاساني في الوقت المناسب. بنعرف إن قوة ناومي هي توقع حركات العدو، وقدرة كاساني الخاصة نفس قدرة يويتو، وبتحرك الأشياء عن بعد، بس واضح إنها متحكمة فيها أحسن منه لأنها بتقدر تخلص على الوحش بكل سهولة. الغريب بقى إن يويتو لما بيركز في ملامح كاساني وبيفتكر الماضي بيحس إنها شبه البنت المجهولة اللي أنقذته في الماضي، لدرجة إنه بيحس إنها هي نفسها. وبعد سيطرتهم على الوضع بيقابلوا الضابطة أراشي واللي بتكون قوتها السرعة الفائقة واللي بتساعدهم في تفادي الكاميرات والصحافة. تاني يوم بعد الحادثة بيكون في تدريب مشترك بين فريق سيتو وكيوكا، وبعد التدريب يويتو بتجيله رسالة من والده اللي بيقول له إنه عايز يتكلم معاه بخصوص أمه المتوفية، لكن جهاز الإنذار بيشتغل وهاروكا وواتارو بيعرفوا
بيعرفوا الفريقين ان في كائنات انتشرت في منطقة القطر ولازم يروحوا فورا. واول ما بيوصلوا بينتشروا في المكان بسرعة لحد ما بيظهر قصادهم الوحوش وبيشتبك جنود الفريقين معاهم وبيكونوا هيخلصوا عليهم. لكن مرة واحدة بيحصل انهيار في المبنى وبيظهر وحش تاني عملاق. في خلال ما الفريقين بيستعدوا عشان يحاربوا الوحش العملاق ده بيسمعوا صوت ناومي وناجي بيطلبوا المساعدة لان في وحوش صغيرة بتحاصرهم واللي اتضح انهم انفصلوا عن بقية الفريق بسبب الانهيار. فعلى طول بيجروا كلهم عشان ينقذهم وبيقدروا بالفعل يشيلوا الطوب اللي فاصل ما بينهم ويلحقوهم. بس اول ما ناومي بتوصل لهم بتحس باستخدام قدرتها ان في شخص عاوز يغتال اختها كاساني، فبتجري على طول تاخد الطلقة مكانها وبتقع في الارض. وفجأة بيبتدي شكلها يتغير وفي أشعة حمراء بتطلع منها. الغريب بقى انها بدل ما بتموت بتتحول لوحش ضخم جدا من الكائنات الاخرى وبتهاجم كاساني وبقية اصحابها اللي بيحاولوا يوقفوا حركتها ويسيطروا عليها. وكاساني بتبقى واقفة مصدومة من اللي بيحصل ومش قادرة تتحرك. والوحش ده بيحاول يهجم على ناجي بس بيتدخل يويتو وبينقذه في آخر ثانية وبيقرر يطلع سيفه ويهجم عليها. لكن كاساني ما بيعجبهاش الوضع ولسه بتعتبر ناومي اختها فبتروح تدافع عنها قصاد يويتو. ومرة واحدة بيلاقوا جنود ظهروا وحوطوا ناومي بحاجز سحري وبياخدوها وبيختفوا. وبعدها بيدخل القائد فوبوكي وبيطمن عليهم وبيقول لهم ان اللي حصل هنا محدش ينفع يعرفه والكل بيقول ان ناومي ماتت في المعركة. طبعا كاساني ما بيعجبهاش الكلام وبتحاول تهرب عشان تلحق اختها، بس بيظهر اللي هو كارين يضربها بصاعقته الكهربية وبيخليها يغمى عليها. وقبل ما يمشوا يويتو بيشوف أنبولتين حقن على الأرض ولأنه حاسس إن لهم علاقة باللي حصل بياخدهم من غير ما حد ياخد باله. تاني يوم الصبح كاساني بتقابل اللي هو كارين اللي بيطمنها وبيعرفها إن وحدة سيران أخدوا ناومي عشان يرجعوها بشرية من تاني، بس ما ينفعش حد يعرف باللي حصل وإلا هيقتلوها هي وأختها. بس كاساني مش بتهتم وبتروح تحكي كل حاجة ليويتو اللي بيطلع لها الأنبولات اللي لقاها في مكان الحادثة وعليها علامة سيران، وبيفهموا إن أكيد الوحدة دي ليها علاقة بكل اللي بيحصل. بنروح بعدها المكان تاني عند جيما وكارين اللي جامعين شوية أعضاء وبيفكروا إزاي هيدمروا البلاد ويقضوا على وحدة قمع الكائنات الأخرى. وواضح كده إن في مجموعة من الجيش عايزة تعمل انقلاب على الحكومة. وكارين بيجمع كل اللي متفقين معاه وبيعرفهم إن فيه هجوم كبير من الكائنات الأخرى وكل الفرق هتروح تقاتل ودي هتكون الفرص المناسبة ليهم علشان يبدأوا في تنفيذ خطتهم. وفعلا ما بيعديش كتير وكل الفرق بتتحرك للمكان اللي فيه الكائنات، بس بيستغربوا لما بيلاقوا المكان فاضي تماما. ساعتها بيظهر واتارو في الشاشة وبيعرفهم إن المكان فاضي حواليهم عكس المعلومات اللي جات لهم تماما. بس فجأة الاتصال بيتقطع وحتى هاروكا مش بتعرف تتواصل مع فريقها. ساعتها بيلاحظ الجنود إنهم متحصرين وبيتصدموا لما بيلاقوا الجنود اللي محاصرينهم بقيادة كارين وجيما اللي بيتكلم مع سيتو عن بحث غريب هيدمر البلد هو متورط فيه، بس سيتو بينكر إنه يعرف أي حاجة. ساعتها بيظهر المقدم لوكا وبيقول للجنود إنه هيساعدهم يهربوا من المكان ده، بس بيتصدم لما بيلاقي أخوه من قوات الانقلاب فبيقرر يهجم عليه بسرعة. بس طبعا كارين بيكون أقوى بكتير وبيستخدم قدرته المميزة في نسخ قدرات الخصم اللي قدامه ويهجم بيها عليه هو وبقية الجنود وبيسبب لهم ضرر كبير. بعدها جيما بيعرف سيتو إن منظمة هيموكا الجديدة بتعمل أبحاث خطيرة وبيكون مصدوم في صاحبه اللي بيساعدهم في الأبحاث دي. الغريب بقى إن في نفس الوقت ناجي بيحس بألم شديد في دماغه ولما بيرجع لوعيه بيكون كأنه بقى شخص مختلف تماما وبيهجم على يويتو بدون أي تفسير. وجنود الانقلاب هم كمان بيشتبكوا مع جنود الجيش وسيتو وجيما بيواجهوا بعض اللي القتال ما بينهم بيكون متكافئ على عكس القتال اللي بيدور ما بين ناجي ويويتو وكاساني اللي بيحاول يرجع ناجي لوعيه، بس مستوى قوته بيكون جبار بشكل غريب وبيقدر يوقعهم هما الاتنين وبيكون هيخلص عليهم بإعصار عملاق لولا تدخل سيتو عشان يصده في آخر لحظة. ساعتها ناجي بينفذ عليه هجوم تاني وبيسبب ضرر كبير لسيتو، بس لحسن الحظ قبل ما يغمى عليه بيقدر يضرب ناجي بصاعقة تخليه يغمى عليه. الأغرب بقى إن مرة واحدة بنشوف يويتو وكاساني عندهم ألم شديد وبيطلع منهم خيوط حمراء بتفتح في السماء بوابة كبيرة عاملة زي ثقب أسود بتسحب أغلب الجنود وبتسحب فيها كاساني ويويتو. وكارين واقف بيراقب اللي بيحصل وهو مبسوط إن البوابة ظهرت أخيرا أكنه كان مخطط لكل حاجة. وجيما والباقيين بيجروا عشان يسحبوا سيتو قبل ما يدخل البوابة، لكن للأسف بعد ما بيمسكوه بيطير من إيديه. ساعتها جيما بيحس بالذنب من اللي عمله وبيرجع لوعيه. وداخل البوابة يويتو وكاساني بيفترقوا عن بعض ومرة واحدة يويتو بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه طلع بره البوابة دي، بس كاساني بتفضل محبوسة جواها. جيما بيكون مبسوط إن يويتو ما تأذاش وبيعتذر لهم عن اللي حصل وبيقرروا يروحوا مع بعض الملجأ قريب علشان يعالجوا جروحهم. ساعتها جيما
بيحكي اللي بيحصل وبيعرفهم إن الحكومة الجديدة عايزة تبني مجتمع مراقبة في منطقة سو، وبيعملوا فحوصات طبية على أغلب الجنود عشان يختاروا الأشخاص المناسبة واللي عندهم قوة روحية، وأول لما بيختاروا المناسب بيوقفوا نموهم عشان يحافظوا على قوتهم. بس الباقي ما بيتصدمش وبيكونوا عارفين المعلومة عادي، فبيكمل كلامه وبيقول لهم إنه كان مفكرهم بيعملوا كده عشان يهزموا الوحوش، لحد ما اتصدم لما عرف إنهم بيعملوا إعادة تأهيل للبشر عشان يسيطروا عليهم. وبيلاحظ ده على كذا حد من صحابه ومنهم ناجي اللي تصرفاته بقت غريبة، وعشان كده هو عاوز يعرف مين المسؤول عن البحث عشان يوقفه. وكارين هو اللي قال له إن سيتو مشترك في البحث، وللأسف جيما صدقه وكذب صاحبه، بس الواضح إن كارين عنده دافع تاني ورا اللي بيحصل. وبنروح بعدها لمركز سو اللي بيظهر فيه كائنات كتيرة بتبدأ تدمر المكان، والأخبار بتوصل لكايتو والمساعد بيعرفه إن نظام الدفاع اتلغى ومش عارفين يتواصلوا مع الجنود. بنرجع بعدها داخل البوابة وبنشوف كاساني وباقي فريق كيوكا اللي بيلاحظوا إنهم على طريق كوناد، بس شكله متدمر وغريب غير اللي كانوا فيه قبل شوية. ديما واللي معاه بيقرروا يرجعوا للمدينة عشان يدافعوا عن المدنيين، ولأن كل أجهزة الاتصالات متعطلة، وتارو بيتواصل مع يايتو بقوة التخاطر بتاعته وبيعرفوا إن أنظمة المدن والاتصالات كلها اتعطلت بشكل مفاجئ، وتقريبا كارين عاوز يسيطر على الحكومة، وتارو بيقول له إنه هيحاول يهرب من مقر الجيش ويقابلهم. بس وهو ماشي بيتصدم لما بيلاقي عدد كبير من العربيات وجنود سيران المحلية موجودة في المكان، فبيعرف يايتو إن في حاجة مجهولة بتحصل وفي خاين موجود بينهم. ساعتها يايتو بيعرف صحابه باللي سمعوا من واتارو، والكل ابتدى يقلق من اللي بيحصل، لكن الكائنات بتظهر من تاني. ساعتها يايتو بيخلص عليهم بسرعة وبيكون متضايق لأنه عارف إن والده أكيد هيكون في خطر بما إنه رئيس الحكومة. وبالفعل عند أخوه الكبير كايتو بيحاول يجهز خطة يهرب بيها أبوهم، وبيكون عارف إن ده هيكون صعب لأن كارين عارف كل مداخل ومخارج مقر الحكومة، ده غير قوات سيران اللي محاصرة المكان. بنرجع بعدها للمعركة اللي بين الحراس والكائنات الأخرى، وأخيرا يويتو واللي معاهم بيقدروا يخلصوا على المجموعة اللي حواليهم، ومرة واحدة بيظهر قدامهم اللواء فوبوكي واللي بيكون مش متفق مع طريقة كارين في مواجهة الحكومة، وبيقول ليويتو واللي معاه يتحركوا ناحية مقر الحكومة عشان يحموا أبو يويتو وهو يهتم بأمر الوحوش اللي في المدينة. وبينضم ليهم كمان لوكا عشان يساعدهم في مهمتهم في حماية رئيس الحكومة جو. بس الكل بيتصدم لما بيلاقوا شاشات ظهرت في كل مكان على المباني، وبيظهر فيها كارين اللي بيعرف الشعب إنه رافض نظام هيموكا الجديد لأنه فاسد وناوي يدمره تماما، وهينضم لمجموعة سيران ويحارب مجموعة سو. بننتقل بعدها للرئيس جو وهو متحوط بجنوده عشان يهربوه من المكان، لكن الكائنات الأخرى بتهجم على المكان وبتقضي على أغلب الحراس والأعضاء وهو بيقدر يهرب. وأخيرا بيوصل يويتو وبيتصدم من الجنود المقتولة. بنرجع للرئيس اللي بيهرب بصعوبة، بس بيصطدم بكائن غريب قصاده بيكون هيقتله لولا جندي مجهول بينقذه ويقتل الوحش. في نفس الوقت يويتو بيوصل للمكان وبيلاقي كاساني واقفة قصاد أبوه. الغريب بقى إنه بيلاقي أبوه بيموت وكاساني ماسكة سكينة عليها دمه، وعشان نفهم هي وصلت هنا إزاي بنرجع للماضي بعد ما كاساني صحيت ولقت نفسها على طريق كوناد، وكيوكا بتقول لها هي واللي معاها إنها مش قادرة تتواصل مع هاروكا ومش لاقية يويتو ولوكا في أي مكان، ولازم يحاولوا يرجعوا لسو عشان يوقفوا ثورة كارين. فعلا بيبدأوا يتمشوا وبيوصلوا المكان متكسر شبه مبنى الأبحاث العلاجية، لكن كاساني بتلاحظ الحقنة الغريبة اللي شافتها يوم حادثة ناومي، وفجأة بيظهر كارين وبيمسكها من راسها جامد وبيبدأ ينسخ قوتها، وبعد ما بيخلص بيهرب من المكان. وقتها بيقرروا يرجعوا لسو، وأول ما بيخرجوا من المكان بيلاقوا واحد بيقول لهم إن العالم قرب يتدمر فما فيش داعي للمحاولة، وبيجري على كاساني وبيهاجمها. ساعتها الكل بيحاولوا يهاجموه لولا اللعبة اللي بتقع منه واللي بسببها كاساني بتشك فيه وبتعرف إنه هو يويتو بس شكله كبير وغريب، ده غير إنه أعمى بس قدر يتعرف عليهم من أصواتهم. وأراشي بتكون مستغربة لأنهم المفروض في سنة 2020، بس يويتو بيعرفهم إنهم في مدينة سو بس بعد 70 سنة من حادثة طريق كوناد، يعني البوابة دي نقلتهم للمستقبل، وبيقول لهم إن وقتهم خلص خلاص في المستقبل. ومرة واحدة الكل بيختفي والبوابة بترجعهم للأرض بتاعتهم ما عدا كاساني. ويويتو بيبتدي يشرح لها سبب الحادثة الغريبة وليه البوابة دي اتفعلت، وبيقول لها إن كل الناس كانت فاكرة قوتهم هي تحريك الأشياء من بعد، بس اتضح إن قوتهم هما الاتنين الحقيقية هي التحكم في الجاذبية والتلاعب بالأبعاد الزمنية، ولأن الاتنين كانوا قريبين من بعض يوم الحادثة قوتهم تدخلت وسببت بوابة زمنية خارجة عن السيطرة بتاكل كل حاجة حواليها وبتزيد مع الزمن لدرجة إنها لسه موجودة في المستقبل بعد 70 سنة. وابتدى يحكي لها اللي حصل في الماضي بعد ثورة كارين وفوبوكي واللي دمرت حكومة هيموكا، بس يويتو بقى بطل البلاد بعد ما أبوه اتقتل والحكومة اتهمت كاساني بقتله. عرفها كمان إن العداوة بين سو وسيران زادت جدا وكانت كل حياتهم في الماضي
الماضي يقاتلوا الوحوش الغريبة وجنود سيران، وبيقطع كلامهم هزة أرضية عنيفة. ساعتها بيعرفها إن بوابة كوند قربت تبلع العالم كله، وعشان كده هو استدعاها لهنا وبيطلب منها معروف، وبتتصدم لما بتعرف هو عايز ايه، وهو إنه عايزها تقتله في الماضي، وده لأن قوتها الجبارة هي اللي استمرت في تغذية البوابة ووصلتها للحجم ده. وفي الماضي هو رفض يموت بعد ما الحكومة أقنعته إن في طريقة تانية يقفلوا بيها البوابة، بس الموضوع خرج عن السيطرة، وحتى موته حاليا مش هيوقفها، وهو عايزها تنقذ العالم وتموته في الماضي لأن هي دي الطريقة الوحيدة لقفل البوابة. لكن كاساني بترفض كلامه، خاصة إنها مش عارفة هترجع إزاي أساسا لعالمها. بس يويتو عرفها إن الخيوط الحمراء بتشتغل بالمشاعر القوية، يعني لو في أحداث قديمة سببت لها جرح نفسي هتقدر تجبر مشاعرها ترجعها للماضي. بيكمل بعدها وبيقول لها إن الحكومة بالفعل عملت أبحاث عشان يحولوا البشر لكائنات أخرى، وناومي كانت تجربة منهم، وبيحكي لها اللي حصل في اليوم ده. جنود سو كانوا عايزين يطلقوا نار على كاساني عشان يحولوها، وكل ده تم بعلم الرئيس جو. الغريب انه بيقول لها ان حتى هو نفسه بعد موت والده هيكمل البحث مكانه، وبيحول ناس كتيره لكائنات اخرى، وكل ده عشان يلاقي طريقه يوقف البوابه من غير ما يموت نفسه، وعشان كده هو عايزها تموته قبل ما يرتكب كل الاخطاء دي مره تانية. وبيظهر مجموعه وحوش ويويتو بيستسلم ليهم وبيسيبهم يموتوه، وبسبب كل المشاعر اللي موجوده عند كاساني حاليا قوتها بتتفعل وبتقدر ترجع للحاضر بتاعها. واول ما بترجع بتسمع صوت هاروكا اللي عرفتها ان باقي الفريق بخير وفي انتظارها وفي ثوره كبيره في سو ولازم ترجع. بس قبل ما تكمل كلامها بتصرخ فجأة، وكاساني بتحاول تفهم كلامها وتحدد المكان، بس بتفتكر كلام يويتو وبتقرر تركز على إنقاذه هو. بعدها بتجري بسرعة وهي بتفكر إزاي هتغير الحاضر عشان تخلي المستقبل مختلف وتنقذ العالم من غير ما تقتل يويتو. بس بتقف بعدها لما بتسمع خطاب كارين المكرر، وبتلاقي وحش قصادها اللي بيهزمه كاجيرو وبيكمل طريقه من غير ما ياخد باله منها، ولأنها شاكة فيه بتمشي وراه وبتوصل لمخبأ الحكومة، واتصدمت من الجنود المقتولين. وقتها بيظهر لها وحشين وبتقتلهم بسرعة لحد ما بتوصل للرئيس جو، ولما بتوصل للمكان هو بيكون مصاب وبينزف بالفعل وخلاص هيموت، فبتقرب منه بسرعة وهو بيحاول يعرفها ان القاتل اسمه بيبدأ بتوج. وقبل ما يكمل الاسم كاساني بتسكته عشان ما يتعبش اكتر، بس بتسأله عن اختها ناومي ان كان هو السبب في تحويلها ولا لا. ولما بتلاحظ سكوته بتعرف انه يويتو المستقبلي كلامه صح، فبتمسك السكينة في نفس لحظة دخول يويتو للمكان، وهنا بتعرف انها المفروض تنفذ اللي طلب منها وبتجري عليه عشان تقتله، بس ما بتعرفش بسبب صحابه اللي وصلوا. فبتقرر تهرب بسرعة بعد ما سمعت صوت كاجيرو اللي بيكون متخفي وبيقول لها تهرب. بعدها يويتو بيقرب من ابوه اللي بيكون مش قادر يتكلم، وبيحاول يفهمه ان البلاد عايزة منه حاجة ولازم يسامحه، بس بيموت قبل ما يكمل كلامه. وعند كاساني بتقابل كاجيرو اللي بياخدها الباقي فريق كيوكا، وهناك بيسألوها عن اللي حصل في المستقبل، وبعد ما بتحكي لهم بيقعدوا يفكروا في كلامها وهم مصدومين من اللي بيسمعوه. بس كاساني عرفتهم ان كلام يويتو المستقبلي طلع صح، وفعلا الرئيس اتقتل، يعني في الاغلب بقيت كلامه صح برضه. وفجأة بيظهر قصادهم كارين، وعند يويتو نزار بتعرفهم بقوتها ان كاساني وصلت لفريقها وكارين هيهجم عليها، بس جيما عرفهم ان كاجيرو انضم لفرقة كيوكا ونص اعضاء وحدة القمع انضموا لكارين، وهم دلوقتي شغالين مع بعض. لكن فجأة بتيجي رسالة ليويتو من كايتو وهو بيطلب منه يجي المبنى القيادة عشان ياخد دوره كبطل ويحمي البلاد لانهم محتاجينه حاليا. بعد شوية بنلاقي يويتو وفريقه في مكتب كايتو وفوبوكي اللي بيعرفهم حقيقة اللي بيحصل بعد ما كارين اتحد مع منظمة سيران واعلن عليهم الحرب وان هو السبب في موت الرئيس. وعشان كده كايتو وفوبوكي بيقول لهم ان من مصلحة البلاد انهم يعملوا فصيل جديد اسمه 01 بقيادة يويتو عشان يكون بطل البلد ويوحد الشعب من تاني. الغريب انهم بعد ما بيتفقوا على ده وبيطلعوا من عندهم، يويتو بيحصله تشويش في الذاكرة وما كانش فاكر اي حاجة ولا فاهم هو ايه اللي بيحصل، وصاحبه بيشرح له انه بقى قائد الفصيل بتاعه، ولانه مش فاكر حاجة نهائي بيقرروا ياخدوه للمستشفى. وبننتقل بعدها لكارين اللي هو كمان بيكون فصيل وبيحط فيه كيوكا واراشي والشيدن وكاجيرو ومعاهم هاروكا، والقائدة هتكون كاساني. بنروح بعد كده لكاساني اللي بتكون بتفكر في اختها وبتحاول تتواصل معاها لحد ما بتتفاجئ بكارين وهو بيقول عليها البطلة اللي اغتالت الرئيس السوميراجي، والقادة فرحانين بيها ولازم تستغل قوتها. لكن كاساني مش بتهتم بكل ده وعايزة تعرف مكان اختها. ساعتها بيظهر لها الشاشة الإلكترونية وبيوريها بوابة كوند اللي تأثيرها على جاذبية المنطقة اللي حواليها. كاساني بتفتكر كلام يويتو المستقبلي لما قال لها ان البوابة هتبدأ تكبر وتبتلع العالم كله. وقتها بتفوق على صوت كارين اللي بيكون متأكد انها سافرت للمستقبل وبيسألها عن اللي شافته هناك، بس هي ما بترضاش تقول له كل حاجة غير انها شافته في المستقبل. وبتكمل وبتسأله عن مكان ناومي. ساعتها كارين بيعرفها ان البحث عن الكائنات الأخرى شغال، وناومي واللي زيها موجودين في مكان أمان وسري جدا في سيران وممنوع المدنيين يدخلوها، وبيرفض يعرفها المكان
وده طبعا بيضايقها، وبتتدخل أراشي عشان تمنع حصول أي مشكلة ما بينهم. وبعد ما كارين بيمشي هي بتطمن كاساني إنهم هينقذوا أختها، بس لازم ياخدوا حذرهم خلال ده. بننتقل بعدها ليويتو اللي بيكون بيكشف على دماغه كل حاجة عنده تمام، بس عقله تعبان من التفكير ومحتاج شوية أدوية. ساعتها بيخرج لهانابي اللي بتكون منتظراه وبيعرفها اللي الدكتور قاله، وبيروحوا بعدها لباقي فريقه وبيطمنهم، بس بيلاقوا الدعاية على التلفزيون بتتكلم عنه وإنه وفقا لمجهوداته اتعين قائد الفصيل 01. بس الغريب إن برضه تشويش الذاكرة ده لسه عنده ومش فاكر أي حاجة من اللي بيتعرض على التلفزيون. بس لما بيركز شوية كده بيفتكر كلام فوبوكي وكارين لما قالوا له إن البلد هتتدمر ولازم يكون البطل وينقذ شعبه، لحد ما بيجي صورة كاساني وبيقولوا إنها خانته وقتلت الرئيس. ساعتها هانابي بتقف قصاد الشاشة وبتحاول تشتت عليه عشان ما يزعلش من اللي شافه، وبيلفت نظرها بنت تايهة كده ومش عارفة توصل لقسم الأمراض العصبية، خاصة إنها من العاطلين اللي ما عندهمش قوة روحية، فبتقرر تساعدها. لكنها وهي بتوصلها بتشوف ناجي اللي موجود في منطقة محظورة ومعاه دكاترة بيساعدوه، وعلى طول بتروح تبلغ أصحابها باللي شافته. وقتها نزار بتستخدم مهارة الاستبصار وبتعرف إن ناجي موجود في عربية كبيرة من ناحية النفق الفرعي اللي بيودي لخارج المدينة، وبيعرفوا إن العربية دي رايحة لمدينة لوكشو. ودي حاجة غريبة لأنها متدمرة من 11 سنة وأم يويتو اتقتلت فيها، والمفروض إنها ما بقتش مأهولة بالسكان خلاص. وقتها الكل بيقرروا يروحوا للمكان ده عشان يوصلوا لناجي ويعرفوا اللي بيحصل. وفعلا بيوصلوا للمدينة والمكان شبه مهجور ومفيش فيه غير مستشفى قديمة المفروض إنها مش شغالة. ساعتها بيقربوا من المكان ونزار بتشوف المكان حواليها وبتقول لهم إن العربية فاضية وما فيهاش ناجي، بس مش قادرة تشوف اللي جوه المستشفى. وقتها لوكا بيقول إن عنده معلومات إن المستشفى لسه شغالة وحكومة هيموكا هم اللي شالوا كل المباني اللي موجودة، وحتى واتارو بيعرفهم إنه صعب يتواصل معاهم داخل المستشفى لأنها متشفرة ومتأمنة كويس. فبيقرر يويتو ياخد فريقه ويدخلها. بنروح بعدها الكاساني وفريقها اللي بيكونوا على طريق كوند السريعة، والدكاترة معاهم بيدرسوا حالة الثقب الأسود اللي ابتدى يطلع منه طاقة حمراء خفيفة. وقتها كاساني بتحس بنفس الشعور اللي حسيته في أول مرة ظهرت فيه البوابة، وده معناه إنها بتتحكم في الجاذبية زي ما يويتو المستقبلي قال لها. بنروح بعد كده لناجي اللي بيكون متحوط بالأسلاك الكهربية والدكاترة حواليه، وواحد منهم بيلاحظ إن في دخلاء في المستشفى. وعند يويتو فريقه بيكونوا دخلوا المستشفى بس بيتصدموا بوحش ضخم بيهجم عليهم، ورغم اتحادهم ما بيكونوش قادرين يخلصوا عليه لحد ما يويتو أخيرا بيقدر يموته بسيفه. وبيتفاجئوا بناجي اللي بيظهر قصادهم مرة واحدة وواضح إنه ضرب الدكاترة وهرب منهم، وبيلاحظ إن في وحش بيهجم على يويتو فبيخلص عليه على طول. بنرجع بعدها للدكاترة اللي واحد منهم أخيرا فاق وشغل جهاز الإنذار. بنروح ليويتو اللي بيحاول يتكلم مع ناجي ويقنعه يرجع معاهم، بس ناجي بيفقد أعصابه وبيعرفه إنه ما ينفعش يرجع بعد اللي عمله، وبيقول له إن الدكاترة بقوا يتحكموا في دماغه وهو خايف يرجع معاه عشان ممكن يأذيه في أي لحظة. لكن فجأة وهما بيتكلموا بتظهر وحوش كتيرة من كل مكان وبيحوطوهم. ساعتها ناجي بيعرفهم إنه هيعطلهم وهم يهربوا. طبعا يويتو بيزقوا ناجي ناحية لوكا، ولأن لوكا فاهم إنهم لو فضلوا هنا هيموتوا بيستخدم قوة التنقل بتاعته وبيهرب الفريق بتاعهم كلهم وبيسيب ناجي. ساعتها ناجي بيستجمع كل قوته وبيكمل محاربة في الوحوش لوحده. وعند يويتو بيكون متضايق من لوكا إنه عمل كده، بس حتى قبل ما يكملوا كلامهم بتهجم عليهم مجموعة وحوش تاني. ساعتها بيقرروا يهربوا بعيد عن المكان لأن عدد الوحوش كبير ومستحيل يقدروا يهزموهم لوحدهم. وجوه المستشفى الدكاترة بيكونوا قبضوا على ناجي من تاني بعد ما انبهروا بقوته لأنه خلص على كل الوحوش لوحده. ويويتو واللي معاه بيتواصلوا مع فوبوكي اللي بيعرفهم إن أخبار اختراقهم للمستشفى السرية وصلت للحكومة، والحكومة بتفكر إنها تخلص منهم. وبيقول لهم إنه كان على علم بالمستشفى دي وبالأبحاث اللي فيها، وإن الحكومة بتغسل أدمغة الجنود اللي مش مناسبين، وهم كانوا ناويين يغسلوا دماغ فريقهم كله. بس بعد حادثة ناومي هو قدر ينقذهم ما عدا ناجي. ده غير إن المستشفى دي فيها أبحاث لزيادة القوى الروحية واللي بتؤدي لتحويل البشر لوحوش، وبيوعدهم إنه هيفهمهم كل حاجة لما يجتمعوا بيه تاني، وبيسيبهم ويقفل المكالمة معاهم وبينصحهم يتكلموا مع لوكا لأنه عارف شوية معلومات هو كمان. وفعلا لوكا بيعرفهم إن معرفتهم للموضوع ده بدأت زمان مع خطيبة فوبوكي اللي كان اسمها أليس، واللي بتكون ابنة صاحب المستشفى ومن عائلة سبيرينج المتخصصة في الأدوية. وهانابي بتقول إنها عارفة إن عمة أليس ماتت في واحدة من مهمتها، لكن لوكا بيفاجئهم كلهم بالصدمة وبيقول إنها ما اتقتلتش بس اتحولت لوحش. وعشان كده فوبوكي وكارين ابتدوا أبحاثهم وعرفوا إن عمليات التحول وكل ده بقيادة الحكومة والرئيس مع ابنه
وكايتو. بنرجع بعدها لفرقة كاساني اللي قدروا يعرفوا مكان ناومي وبيخترقوا المكان بسهولة بمساعدة أراشي، وأول ما بيدخلوا بيلاقوا مكان شبه المصنع وفيه رائحة غريبة. وقتها كاساني بتستكشف المكان لحد ما بتلاقي صندوق مليان بالحقن اللي لقيتها في حادثة ناومي، وأراشي بتهكر الأجهزة عشان تعرف أكتر عن المكان. لكن فجأة بيظهر كائن غريب بيبدأ يهاجمهم، لكن كاساني بتحرك عليه الصناديق وبتحبسه وبيظهر لهم وحش تاني، بس كيوكا بتقدر تتعامل معاه بقوة الاستنساخ بتاعها وبتوفر لهم وقت عشان يهربوا. لكن وهم بيهربوا بيخشوا المكان غريب فيه صور للوحة، وكاساني بتحس انها سمع صوت اختها قريب فبتجري تفتح كل الابواب، واخيرا بتوصل لأوضة فيها ناومي بس على هيئة وحش، وبتقدر تتواصل معاهم من خلال الأجهزة بصوت بشري. طبعا كاساني بتكون قلقانة عليها، بس ناومي بتطمنها وبتقول لها ان الناس هنا بيعاملوها كويس، والسبب انها بتعرف تتواصل مع البشر هو الأمبولات الغريبة دي. ولأن مفعول الأمبولات بيخلص ناومي بتطلب منهم يمشوا بسرعة قبل ما تفقد السيطرة على نفسها، وبالفعل بتكون خلاص هتهاجمهم لولا كارين اللي بيوصل في آخر لحظة وبيحقنها بأمبول تاني عشان تهدى. وكارين بيقول لها انها لازم تساعدهم لو عايزة ترجع اختها لطبيعتها. ساعتها أراشي بتصمم انه لازم يقول لهم الحقن دي عبارة عن ايه. بنرجع ليويتو اللي بيجيله طرد من المستشفى عشان تشويش الذاكرة اللي بيجيله. الصدمة بقى انه لما بيفتح الطرد بيلاقيه عبارة عن الأمبولات المشبوهة اللي بيشوفها كل شوية. ويويتو وفريقه بيكونوا في طريقهم لمصنع الأدوية، لكن يويتو بيكون لسه تشويش الذاكرة ده مأثر عليه، لكنه بيقدر يفتكر كلام فوبوكي مع فريقهم قبل ما يتحركوا للمصنع، وده ان فوبوكي وكارين رغم اختلافهم الا انهم الاتنين بيسعوا لهدف واحد، وهو كشف حقيقة الحكومة، سواء حكومة سيران او هيميوكا. وبعد المعلومات اللي يويتو وصل لها هو وفريقه بيقرروا يساعدوا فوبوكي ويسمعوا كلامه. وقبل ما يدخلوا المصنع بيواجهوا مجموعة من الوحوش، لكن يويتو ما كانش قادر يقاتل وبيحس بصداع شديد في دماغه، فبيدافع عنه بقية فريقه وما بيقدرش يسيطر على نفسه الا لما بيحقن نفسه بواحدة من الأمبولات الغريبة دي. ساعتها بيقدر يتغلب على الوحش باستخدام قوته، بس في نفس الوقت كايتو وفريقه بيلاحظوا ان البوابة حجمها بيزيد كل ما يويتو بيستخدم قوته، فبيفهموا ان قوتهم مرتبطة بشكل ما. بعد شوية اصحابه بيطمنوا عليه وهو بيقول لهم انه رجع لطبيعته لما استخدم الأنبولة، بس بيقاطع كلامهم نازار اللي قدرت من خلال قوتها انها تلاحظ عربيتين داخلين على سيران جواهم شيء مرعب هي مش قادرة تحدده، والعربيتين دول جايين من منطقة توجيتسو، ودي نفس المنطقة اللي كاجيرو منها. فبيتتبعوا العربيات دي، ولما بيوصلوا لها لوكا بيقدر باستخدام قوته انه يسرق صندوق ويرجع بيه لاصحابه، وبيتفاجئوا لما بيفتحوا الصندوق لانهم بيلاقوا جواه أدمغة بشر. فعلى طول بيخشوا للمكان وبيبدأوا يضربوا دكتور وياخدوا بطاقته ويفتحوا بيها الباب السري اللي فيه الصناديق دي، وبيلاقوها مليانة بأدمغة البشر والأمبولات الغريبة. ساعتها بيستنتجوا ان الأمبولات دي مصنوعة بأدمغة البشر لأن ريحة الاتنين تكاد تكون متشابهة. ساعتها جهاز الإنذار بيشتغل وبيتضح ان دي نفس المنشأة اللي فيها كاساني وفريقها واختها ناومي اللي بتعرف بوجود يويتو وبتقرر تروح له، وكل هدفها محدش يدمر منشأة الأبحاث عشان تنقذ أختها. بعدها الفريقين بيقفوا قصاد بعض وأراشي بتعرفوا ان ده مصنع سبيرينج للأدوية في سيران. المفاجأة ان فريق كاساني بيكونوا عرفوا محتوى الحقن من كارين، ومع ذلك هم لسه بيدعموه، وده لان على حسب كلام كارين فحكومة هيموكا هي اللي حولت البشر لكائنات اخرى، وعشان كده سيران اضطرت تصنع الأمبولات الغير آدمية دي لانها الحل الوحيد انها ترجع البشر دول طبيعيين تاني. وطبعا كاساني عاوزة تنقذ اختها فبتساعده، وكاساني بتفتكر كلام يويتو المستقبلي لما قال لها تقتله، فبتجري عليه بسرعة وبتهجم عليه وهو بيصد ضرباتها بكل قوة، وباقي الفريقين بيقاتلوا بعض. بس لان مفيش حد بينتصر على التاني لحد أراشي ما بتفتح الباب وبيهربوا من المكان. وفي طريق فريق يويتو للخروج بيقابلوا فوبوكي اللي عرفهم انه قال للحكومة على كل حاجة حصلت عشان يثقوا فيه، خاصة انه من عائلة سبيرينج اللي عملوا المصنع بسبب فكرته هو وكارين. ده غير انه بيقول لهم ان ناجي اتعمل له نقل لكل ذكرياته. فبيقرر فريق يويتو انهم يروحوا للمستشفى علشان ينقذوه، واول ما بيمشوا بيجي مجموعة من الحراس يقبضوا على فوبوكي وبيطلبوا منه يروح معاهم للرئيس كايتو. واول ما بيوصل يويتو وفريقه للمستشفى اللي بيتفاجئوا بناجي قدامهم بعد ما اتغسل دماغه تمام، وبيهجم عليهم وقوته بتكون جبارة لدرجة انه بيقدر يصيب يويتو ويخطفه. ولما بيفوق يويتو بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه مربوط على كرسي وقدامه دكتور عمال ياخد احصائيات قوته. الغريب بقى ان الدكتور ده بيقول انه يعرف يويتو من صغره وانه كان بيعمل عليه اختبارات وهو طفل. ده كمان سبب قوة يويتو الجبارة دي هي التجارب اللي الدكتور ده وفريقه كانوا بيعملوها عليه. وبيكمل الدكتور ده كلامه وبيقول ان عنده الإذن بتشريح دماغه عشان يجمعوا معلومات كافية عن قوته الكاملة. بس قبل ما يقرب منه بيدخل فوبوكي وبيضربه بعد ما قدر ينقذ ويحرر بقية فريق يويتو،
بس بيعرف يويتو إن ناجي اختفى من المستشفى ومش لاقيين له أثر، وبيطلب منهم يهربوا من المكان بسرعة، وده لأن الوحوش ابتدت تتجمع حواليهم. وبيدي يويتو جهاز وبيقول له إن ده مفتاح هيقدر يدخله مرة واحدة بس على نظام أراهاباكي اللي فيه كل بيانات الحكومة عشان يوصلوا للحقيقة، وبيكونوا قلقانين عليه من مواجهة الوحوش دي كلها لوحده. بس هو بيطمنهم إنه بمرتبة لواء، ودي أعلى رتبة في الجيش، وهو أكيد ما وصلش ليها إلا بسبب قوته الجبارة. ساعتها بيخرجوا من المكان، بس بيتصدموا لما بيلاقوا كارين في وشهم اللي بيكون خلص على كل الحراس اللي بره. بيكونوا فاكرين ان كارين جاي يهجم عليهم، بس بيقول لهم انه جاي يساعدهم يهربوا. ولما بيقول لهم يفتحوا الاخبار بيتصدموا ان كل قنوات الاخبار اعلنت ان يويتو خاين للبلد وكل الحكومه بتدور عليه حاليا، وده بسبب اقتحامه منشآت حكوميه ما كانش مسموح له بدخولها. وكارين بيعرض عليهم انهم يروحوا لسيران وهي توفر لهم الحمايه، بس يويتو بيقول ان الحكومتين عباره عن مجانين وبيستغلوا الاشخاص اللي عندهم قوه روحيه لمصلحتهم. ساعتها كارين بيقول له على حل تاني، وهو انهم يروحوا المنطقه اسمها توجاتسو، ليها حكم ذاتي خاص بيها ومش تبع اي من الحكومتين. وبعدها بيديه واحدة من الأمبولات وبيقول له إنه حتى لو مش موافق على طريقة صنعها إلا إنه لسه محتاجها عشان يسيطر على قوته. وعلى طول بيسيبهم وبيخش ينقذ فابوكي اللي كان وحش هيخلص عليه من وراه لولا تدخله. الغريبة بقى إن عند كاساني كيوكا هي بتعرض عليها إنهم يسيبوه سيران ويروحوا لمنطقة توجاتسو، وده لأنها سمعت إن فيها سر كل حاجة بتحصل. واضح إن كلام كارين أثر على يويتو، وبيتفق هو وفريقه يروحوا لتوجاتسو فعلا، على الرغم من إن هانابي بتعرفه إن عمها يعرف ناس هناك وبيعمل معهم صفقات. ده غير إنه هو أصلا متورط مع سيران، يعني ممكن يبلغ عنهم. وحتى عند فرقة كاساني هم كمان بيفكروا يسافروا لتوجاتسو، خاصة لما عرفوا إن عربيات معمل الأبحاث اللي فيه ناومي بتروح للمنطقة دي باستمرار، وده معناه إنه حقن أدمغة البشر بتتصنع هناك. وبالفعل بيتجهوا لهناك، وبنفهم من كلام كاجيرو معاهم إنه أساسا من منطقة توجاتسو، وعشان كده بيحذرهم إن المكان خطير ومش عايزهم يروحوا لهناك. بس لما بيلاقيهم مصممين بيكمل معاهم، وبالفعل بيوصل لمدخل المنطقة دي اللي عبارة عن باب كبير. ومرة واحدة كاجيرو بيحس بالخوف فبيعتذر لبقية أصحابه وبيستخدم قوة التخفي بتاعته وبيهرب. وقبل ما يفهموا هو إيه اللي حصل بيظهر قدامهم 3 أشخاص شكلهم غريب، وبيفضلوا ينادوا كاساني باسم كنزهم الغالي، وبيطلبوا منها يتكلموا معاها على انفراد لو عايزة تعرف حقيقة الكائنات الأخرى وكل أسرار تحول البشر. ولما كاساني بتصمم إن كل حاجة تحصل قدام فريقها بيقول لها إنها ما سابتش ليهم حل غير العنف. والمفاجأة بقى إن كيوكا بتطلع تابعة للمؤسسة دي وبتستخدم قوة الاستنساخ بتاعتها وبتغدر بفريقها وبتخدرهم كلهم. وأعضاء المنظمة الغريبة دي بيكونوا فرحانين إنهم أخيرا حصلوا على شخص من الاتنين اللي بيستخدموا قوة الجاذبية والسفر عبر الزمن، أو زي ما بيسموها قوة الخيوط الحمراء. ده غير إنهم عارفين إن يويتو جاي لهم قريب هو كمان وهيكونوا مستنيينه. بنرجع بعدها ليويتو وفريقه اللي وصلوا لطريق توجاتسو هم كمان، وعلى طول بيظهر قدامهم الأشخاص الملثمين دول تاني، وبيعاملوا يويتو باحترام كبير لدرجة إنهم بيسمحوا لأعضاء فرقته يخشوا معاه المنظمة على عكس ما عملوا مع فريق كاساني. وواحد من الملثمين بيطلب منهم يمشوا وراه وهو هيوصلهم لكل حاجة عايزين يعرفوها، وبالفعل بيروحوا معاه. أول لما بيدخلوا المخبأ السري بيلاقوا كتاب غريب بيظهر منه طيف على شكل كيوكا، وبتعرفهم إنها من الأطفال المصممين اللي بيتولدوا في توجاتسو، ودول بشر تركيبهم الجيني مختلف وبيحملوا أكتر من قوة ومظهر. وكيوكا مصنوعة من خلال جينات الدكتورة باب رئيسة توجاتسو اللي المفروض ماتت من 2000 سنة، يعني نفس وقت إنشاء مدينة هيموكا. بتكمل كلامهم وبتحكي لهم عن قصة نشأة هيموكا وكل حكومات العالم الجديد، وبتقول لهم إن البلد اتصنعت من خلال مجموعة من البشر اسمهم أهل الفلك اللي كانوا موجودين على القمر وهاجروا للأرض عشان يرجعوا الأرض صالحة للعيش من تاني ويعمروها. بس حصل ظروف غامضة أدت لفشل الرحلة، وأهل الفلك ما بقوش عارفين يتواصلوا مع شعب القمر مرة تانية. ساعتها ما حدش بيكون فاهم حاجة، خاصة إن المعلومات دي موجودة في تاريخ توجاتسو بس، وأول مرة يسمعوا عنها. فبيسألوها بعدها عن بوابة كوناد، فبتعرفهم إنها ثقب أسود بيظهر في السماء بسبب الجاذبية وقوة يويتو الروحية اللي هتكون السبب في ابتلاع العالم كله. ولما بيسألوها عن نشأة الكائنات الأخرى بترفض تجاوبهم، وبتقول لهم إن نظام بايب عنده معلومات أكتر. وأصحابنا ما بيكونوش عارفين إيه هو نظام بايب ده، بس بيخش واحد من الحراس اللي بيعرفهم إن نظام بايب بيتحكم في مدينة توجاتسو وبياخدهم معاه. بنروح لكاساني اللي بيرجع لها جزء من ذاكرتها وهي طفلة، وبنفهم منه إنها كانت موجودة في توجاتسو ووالدتها جابت لها كلب، وبعد ما اتعلقت بيه قتلوه قدامها عشان يحاولوا يفعلوا قوتها. الغريب بقى إنه بيتضح إن كاساني من الأطفال المصممين هي كمان لغرض واحد، وهو تدمير الكوكب.
بعدها بتصحى من النوم وبتفتكر اللي حصل، ولما بتحاول تخرج بتلاقي الملثمين قصادها، وفجأة كل الكاميرات بتتعطل وبيظهر كاجيرو وبيضربهم بعد ما قرر انه يرجع عشان ينقذ اصحابه، وبياخدها وبيهربوا. بنرجع ليويتو وفريقه اللي بيوصلوا لنظام بايب، واول لما بيلمس الكتاب بيظهر رسائل انذار كتيرة، ويويتو ما بيقدرش يحرك جسمه هو والباقيين. بعدها بتوصل كاساني ليه وبتعرف اللي بيحصل له، فبتحاول تتواصل معاه قبل ما يسرقوا بيانات دماغه، وفعلا بتنجح وبتخليه يفوق ويشيل ايده من الكتاب وبيهربوا هم والباقيين. وكاساني بتفهمهم ان توجيتسو عايزه تتحكم في دماغه عشان قوه الخيوط الحمراء ولازم يخرجوا من هنا. وقتها لوكا بيحاول يفتح الابواب بس الانذار بيشتغل، ولما بيحاولوا يهربوا بسرعه بيتفاجئوا بالحراس اللي بيكونوا كلهم على نفس شكل كاساني، بس بيقدروا يتخلصوا منهم ويهربوا. بنروح بعدها لفرقه كاساني اللي اول لما بيخرجوا من المكان بيقاتلوا عدد كبير من المقنعين، ومنهم كيوكا اللي ما بتكونش قادره تتحكم في نفسها وذكرياتها، بس أخيرا بتقدر تفوق، وبالرغم من إنها من الأطفال المصممين إلا إنها بتقرر تاخد صف أصحابها لأنهم هم اللي على طول كانوا بيساعدوها في حياتها وتساعدهم يهربوا من هنا. بعد شوية بينضم ليهم فريق يويتو، بيتجمعوا مع بعض في مخبأ خاص بكاجيرو عشان يفهموا منه هو إيه اللي بيحصل بالظبط، بما إنه المفروض واحد من سكان توجيتسو. ساعتها كاساني بتعرف يويتو بإنها سافرت للمستقبل، وإنه يويتو اللي في المستقبل هو اللي طلب منها تقتله، وعشان كده هي حاولت تقتله قبل ما بوابة كوناد تكبر وتبلع العالم كله، بس هي دلوقتي ما بقتش عايزه تعمل كده، واكيد في طريقه تانية يقدروا ينقذوا بها العالم. كمان بتعرفهم انها من الاطفال المصممين من قبل توجيتسو. ساعتها يويتو بيشارك معاها هي وفريقها المعلومات اللي هو وفريقه وصلوا لها، وبيحكوا لهم عن قصه سكان القمر، ولان ما حدش منهم كان بيصدقه بيتدخل كاجيرو وبيأكد على كلامه وبيصدم الكل وبيقول لهم انه هو نفسه من سكان القمر اللي اتبعتوا للارض من 2000 سنه فاتوا، وحتى المكان اللي هم فيه ده مش مخبأ سري، ده السفينه بتاعته اللي نزل بيها من القمر. ولما الكل بيكدبوا بيظهر شاشة إلكترونية فيها أجهزة غريبة اسمها كبسولات النوم البارد، وبيعرفهم إنه فضل نايم فيها لمدة قرب 2000 سنة. ده غير إنه يعرف ياكمو سوميراجي مؤسس هيموكا وهو نفس جده يويتو الأكبر. بس فجأة مجموعة من جنود سو بيفجروا المكان وبيدخلوا يهجموا عليهم، ولأن يويتو واللي معاهم بيكونوا مش عايزين يشتبكوا مع الجنود ولا يأذوا حد منهم، بيقرروا يهربوا من المكان وبيتقسموا المجموعات، وكل اتنين بيهربوا مع بعض وبيتواصلوا عن طريق التحدث الدماغي، وبيتفقوا انهم يوصلوا الكهف هينو ويتقابلوا هناك، وده لان مجموعه كاساني ليها مدرعه في نهايه الكهف يقدروا يستخدموها عشان يهربوا. وخلال الطريق كاجيرو بيعرفهم ان ياكمو كان قائد المهاجرين وكان بيحاول يحسن الارض، بس فكرته فشلت بسبب حزام التلاشي اللي حبسهم كلهم في الارض، وسبب ظهور الحزام ده هم نفسهم سكان القمر، وده بسبب ظهور مرض غريب في الفضاء على شكل جسيمات لما بيلمس البشر بيتحولوا لوحوش. وكان حلهم عشان يتخلصوا من المرض سريع الانتشار ده هو انشاء نظام التلاشي اللي بيجذب سقوط الجسيمات دي للارض بدلا من القمر. يعني من الاخر ضحوا بالسكان اللي راحوا عشان يعمروا كوكب الارض، ومن ساعتها والتواصل ما بينهم اتقطع. وقتها المهاجرين اتحبسوا في الارض وما يقدروش يرجعوا تاني، ومنهم كاجيرو بيدخلوا بعدها الكهف وبيتصدموا لما بيظهر قصادهم وحش ضخم قافل الطريق للمدرعه وبيهجم عليهم، وبالرغم من قوه الفريقين الا ان هجماتهم ما بتاثرش فيه نهائي، فبيقرروا يهربوا من المكان، وبعدها بيعملوا خطه علشان يبعدوه عن الطريق، وبيتقسموا فرقتين، واول فريق بيتحرك ناحيه الوحش وبيبداوا يهاجموه عشان يتحرك من مكانه، وبيستدرجوا المكان ارضيته ضعيفه، والفريق التاني بيركز كل هجماتهم عليه، وبقوتهم مع بعض بيقدروا يكسروا الارضيه اللي تحت الوحش، وبكده يكونوا قدروا يتخلصوا منه وبعدوه عن طريقهم. بعدها كاجيرو بيكمل قصته وبيعرفهم ان اهل توجيتسو عايزين يكسروا حزام التلاشي ويدمروا الارض كلها ببوابه كوناد عشان يرجعوا للقمر، وهو كان المفروض يكون شغال معاهم بس حس بالذنب وانه مش المفروض يموت كل سكان الارض عشان يرجع وطنه، فقرر يخونهم. وقتها الفريقين بيقرروا انهم يحاولوا يوقفوا القتال الداير ما بين سو وسيران، وده لان خطر توجيتسو اكبر بكتير، وبيقرروا انه يويتو فريقه يروحوا لسو ويتكلموا مع قادتهم، في نفس الوقت كاساني وفريقه يرجعوا لسيران ويعملوا نفس الحاجه. بعد شويه فريق يويتو بيوصلوا لسو وبيلاحظوا ان المكان فاضي، ومره واحده بيظهر قصادهم ناجي بعد ما تم غسيل مخه بالكامل، وبيبدا يهجم عليهم بمهاره الاعصار الهوائي ويطيرهم كلهم، وكل هدفه يقتل يويتو وياخد دماغه للمنظمه. ساعتها يويتو بيهرب منه لكن بيفضل وراه وبيرمي عليه الاعصار الهوائي ويهاجمه، ويويتو ما كانش قادر يصد ضرباته القويه خاصه لما بيستخدم الاسطوانات الحديديه ويجرحه. ساعتها يويتو بيجري بسرعه على مخبأهم السري، واول لما ناجي بيدخل وراه بيحس انه شاف المكان ده قبل كده، وبيفتكر ذكرياته مع صاحبه. وقتها بيحصل له زي انفصام في الشخصيه، وده اللي بيخلي قوته تخرج عن السيطره، ولان ده ضغط كبير على مخه جسمه بيتدمر من الداخل. وللاسف ناجي بيموت بعد ما بيودع صديق عمره يويتو وبيعتذر له عن اللي عمله.
ساعتها بيقرر يويتو يروح لأخوه عشان يفهم منه هو ليه كل جنود الحكومة بتستهدفه وتم إعلانه كخاين، بس بيتصدم لما بيعرف إن أخوه كايتو هو نفسه اللي كان باعت ناجي ليه عشان يموته، وده كله عشان يحصل على قوة دماغ يويتو اللي بتتحكم في الجاذبية. ويويتو ما بيكونش فاهم هو ازاي أخوه مستعد يضحي بيه كده، فبيقرر كايتو يحكي لهم الحقيقة كاملة، وبيقول إن كل اللي هو بيعمله عشان يحقق أمنية ياكمو جدهم الأكبر، وهو ده هدف عيلتهم من ساعة ما تم إنشائها، وهي استخدام قوة الجاذبية عشان يتخلصوا من حزام التلاشي ويوجهوا على سكان القمر علشان ينتقموا منهم بسبب اللي عملوه في بعثة المسافرين اللي كان بيقودها جدهم ياكمو. طبعا يويتو بيقول له ان كل ده جنون، خصوصا ان قوتها اساسا حتى لو سيطر على دماغه مش هتقدر تحرك حزام التلاشي وتوجهه للقمر، فبيقول له انه عارف ده ومجهز اجراء احتياطي وهو نظام SAS، واللي من خلاله هيربط عقول الشعب بعقل يويتو عشان يزود قوته، حتى لو ده معناه ان معظم الشعب هيموت ومعاهم اخوه. فيويتو بيقول له انه مش هيسمح له يعمل حاجه زي كده، خصوصا ان الموضوع عدى عليه 2000 سنه وجدهم مات بقاله كتير جدا. فبيصدمهم كايتو وبيقول لهم ان ياكمو ما ماتش، هو بس جسمه محفوظ في كبسوله نوم بارد في مكان سري، ومستني لحظة الهجوم على القمر علشان يصحوه تاني ويحقق أمنيته في الانتقام من سكان القمر. ساعتها يويتو بيخرج مع فريقه، بيروحوا لواتارو اللي بيعرفهم انه قدر يسجل الحوار اللي حصل مع كايتو صوت وصورة، ولازم يتعرض للبلد كلها من خلال نظام أراهاباكي. طبعا بعد ما أراشي قدرت تخترق نظام الحماية، وبكده هيقدروا يعرفوا الناس حقيقة حكومة هيموكا ويقلبوهم عليها. وعند فريق كاساني هاروكا بتعرفهم ان جالها اخبار غريبة، وهي ان المنشأة اللي فيها البشر اللي اتحولوا لوحوش ومنهم ناومي بتنقل كل البشر المتحولين لمكان مجهول، والشائعات بتقول انه كله بأمر من اللواء فوبوكي. وبالفعل لما بتتنقل الأحداث لهناك بنلاقي الجنود بتنقل كل الوحوش لعربيتهم، وشكلهم كده بيجهزوا لحاجة كبيرة. وعلى طول فرقة كاساني بتتبع الوحوش وبيقدروا يوصلوا لهم، واللي منهم ناومي وكمان أليس خطيبة فوبوكي. وبيتضح ان الجنود طلعوا متفقين مع كايتو ومقررين يستخدموا الوحوش كأسلحة ويدمروا سيران. طبعا كاساني وفريقها بيبدأوا يهجموا على الجنود عشان يحموا ناومي، ولأن الجنود عارفين انهم مش هيقدروا على كاساني وفريقها بيقرروا يستخدموا الطاقة السحرية عشان يسيطروا على الوحوش ويخلوهم يهجموا على كاساني واللي معاها. ومرة واحدة فرقة توجيتسو بتظهر وبيضربوا الحارس اللي مسؤول عن التحويل، وبعدها بيبدأوا يهاجموا الكل بالطاقة الكهربية. لكن فرقة كاساني ابتدت تهاجمهم وبيساعدوا بعض لحد ما خلصوا على أغلبهم، وكاساني بتروح ناحية الباقيين وبتبدأ تقاتلهم، لكن بيضربوها وبيقربوا منها عشان يقتلوها، وحتى لما أصحابها بيدافعوا عنها ما بيقدروش عليهم. ساعتها الوحوش بيقرروا يحموا كاساني، وده لأن ناومي شرحت لهم إنها أختها وجاية عشان تساعدهم، بس للأسف الموضوع ما بيمشيش زي ما هم كانوا متوقعين. وناومي بتعرف إن الحل الوحيد عشان تنقذ أختها وأصحابها هو التضحية بنفسها، فبتهجم هي وباقي الوحوش على قائدة فريق توجيتسو وبياخدوها وبيقعوا من فوق الجبل، وطاقتهم السحرية الجبارة بتسبب انفجار كبير بيخلص على كل الوحوش ومعاهم قادة فريق توجيتسو. بنروح لفوبوكي اللي بيتهاجم في المستشفى من جنود منظمة سو، بس كارين بيوصله في الوقت المناسب وبينقذ فوبوكي، ولما بيستخدم قدرة أكل الأدمغة بتاعته على جندي منهم بيعرف كل اللي بيحصل، وعلى طول بيقرر يروح علشان يحاول ينقذ أليس. عند كاساني بتروح تدور على أختها بعد الانفجار اللي حصل، وبتلاقيها مصابة جدا وللأسف بتموت بعد ما بيودعوا بعض. في نفس الوقت اللي بيوصل فيه كارين للمكان وقبل ما يلمس أليس بيلاقيها ماتت واتحللت. وقتها بيجري على كاساني وبيمسكها من رقبتها وبيستنسخ قوتها وبيقول انه مش هيستسلم ولازم ينقذ أليس وبيختفي. وعند يويتو بيكون قرر انه يرفع الفيديو اللي صوره واتارو لكلام اخوه على أراهاباكي ويخلي كل الشعب يشوفه عشان يفضح حقيقة الحكومة. بس مرة واحدة بيظهر كارين قدامهم وبدون اي تفسير بيهجم على يويتو وبيبتدي ينسخ قوته هو كمان. ولما اصحاب يويتو بيحاولوا ينقذوه على طول كارين بيبتدي يهاجمهم بقوته الكهربية، ولان ما كانش لسه نسخ قوة يويتو بالكامل بيفاجئهم كلهم بانه بيقدر يتحكم في نظام أراهاباكي وبيستخدمه في شل حركة يويتو ونسخ قوته. وبعد ما بينسخ قوته وبيكون عمل اللي هو عاوزه بيستخدمها وبيهرب من المكان. والعملية دي بتأثر على يويتو، بيكون في عالم تاني غريب وكل ذكرياته بتتسحب منه. وأخيرا بتوصل لهم فرقة كاساني اللي بيعرفوا إن يويتو قرب يفقد الذاكرة، ولو ده حصل فهو ممكن يموت ويختفي من العالم بتاعهم. بيقرروا ينسخوا ذكرياتهم ومواقفهم مع بعض ويوصلوها بعقله باستخدام نظام SAS.
وفعلا أراشي بتبدأ تعمل البرنامج بسرعة شديدة لحد ما بتجهزه. بعدها كلهم بيتحوطوا بالأسلاك عشان ينقلوا البيانات ومركزين على حياة يويتو، واسمه بيتردد من الكل لحد ما بيوصل لعقله، وفعلا كل الذكريات بترجع له، بيسمع صوت صحابه وبيفتكر مواقفهم، وكمان بيشوف والدته وشخصه المستقبلي، وأخيرا بيفوق وبيكون فاكرهم. تاني يوم بيتجمعوا مع فوبوكي وبيحكوا له كل اللي حصل وازاي كارين هاجمهم عشان يسافر للماضي. ساعتها فوبوكي بيعرفهم ان أليس كانت زميلتهم من وهي صغيرة، كانت عايزة تنضم لوحدة القمع، واتعرفت على كارين هناك، واللي كان طفل عدواني من اللي بيتعمل عليهم تجارب وبيتم تعذيبه في المستشفى هو واخوه عشان يتعمل لهم إعادة تأهيل لقوتهم، لحد ما في مرة من كتر التعذيب بينجحوا فعلا وبيستخدم قوته وبيقتلهم. بس خلال الفترة دي بيتعرف على أليس اللي دايما كانت بتدعمه، كانت سبب خروجه من المستشفى. وبتمر السنين والتلاتة بيتعينوا في وحدة القمع وبيكونوا في فريق واحد وبيقاتلوا الوحوش مع بعض، لحد ما فيهم بيروحوا مهمة مع بعض وكل واحد بيقاتل مع نفسه. بس كارين بيظهر له وحش ضخم وقوي جدا وابتدوا يقاتلوا بعض، وفجأة دخان أزرق بينتشر في المكان، وقبل ما يلمس كارين أليس بتبعده وبتتجمد مكانه وبتتحول لوحش وبتهاجمهم، لولا كارين اللي بيكهربها وبيغمى عليها. وقتها بتتحبس في مستشفى القمع وبيعملوا عليها تجارب وهم مفهمين الكل إنها ماتت، ودي كانت أول حالة يسجلوها من تحول بشري لوحش. ساعتها كارين وفوبوكي بيقرروا يهربوها لمستشفى سيران، واتحبست فيها لفترة طويلة من غير أي نتيجة. وقتها كارين بيقرر ينقذها وبيستغل الخيوط الحمراء عشان يسافر للماضي ويلاقي طريقة يغير مستقبلها بيها، لكن في كل مرة بيفشل. بعد ما بيعرفوا قصة كارين بيتفقوا يتعاملوا معاه بعدين لأن خطر توجيتسو أكبر، فبيقرروا إنهم هيدمروا نظامها وأبحاثها. فوبوكي بيكون الوسيط بين سو وسيران عشان يوقفوا الحرب مؤقتا، لكن قبل ما يبتدوا في تنفيذ خطتهم كاجيرو بياخدهم بره المكان وبيقولوا إنه عاوز يعترف ليويتو بحاجة، ومرة واحدة بيفاجئهم كلهم وبيقول إنه هو اللي قتل أبو يويتو، وده لأنها كانت مهمته لما كان شغال عند توجيتسو وكان مستحيل يثقوا فيه لو ما نفذهاش. ساعتها يويتو بيقرر ينتقم وبيسحب سيفه وبيبدأ يقاتله، والاتنين بيصدوا ضربات بعض، لكن يويتو بيحرك الصخور وبيهاجموا بيها بسرعة شديدة وبيكون واضح إنه ناوي يقتله فعلا. ساعتها كاجيرو بيتوتر وبيبدأ يترجع عشان يرحمه، وفي الآخر بيقول له إنه مش هينفع يموت من غير ما يساعدها. وقتها يويتو بيرجع سيفه وبيتضح إنه عمل كده عشان كاجيرو يقول الحقيقة، وبالفعل بيبدأ يحكي وبيعرفهم إن يوم حادثة الرئيس هو اللي أنقذه من الوحش واتفق معاه يهربه من البلد عشان يحميه من الأعداء. بس الرئيس رفض عشان أوضاع بلده، ده غير إن كايتو فهم رغبة ياكمو غلط، فما كانش ينفع يسيب البلد ليه، خصوصا إن يويتو ما كانش يعرف حاجة عن أسرار عيلتهم لسه. لكن فجأة بتظهر وحوش غريبة في المكان وبتقدر تطلق نار عليهم، وكاجيرو بيبدأ يقاتلهم، وواحد من الوحوش بيقتل الرئيس. ساعتها كاجيرو بيقتلهم بسرعة وبيهرب، وكاساني بتيجي بعدها بيحكي لهم إنه شايل نفسه الذنب عشان ما قدرش ينقذه، وبيعرفهم إنه عايز خطة توجيتسو ما تتنفذش ويغيروا الماضي ويدمروا كوكب الأرض، لأنه من 2000 سنة كان عنده عيلة، وعلى الرغم إنه عارف إنهم أكيد ماتوا من زمان، بس هو ما بيكونش متقبل فكرة إن بتغير الماضي ممكن عيلته ما تتوجدش في التاريخ أساسا. ساعتها الكل بيقرر يساعده وبيصفوا الخلافات اللي ما بينهم وبيتحركوا عشان ينفذوا خطتهم، وبيرجعوا لتوجيتسو وبيدخلوا الكهف اللي كانوا فيه قبل كده. بس فجأة بيحصل زلزال في المكان وبوابة كوند بتزيد، وبيقرروا يوصلوا لتوجيتسو بأسرع وقت عشان يعرفوا معلومات أكتر عن البوابة. فعلا بعد شوية بيقدروا يدخلوا من البوابة وبيجروا بسرعة لحد ما بيقابلوا الملثمين وبيبدأ القتال بينهم، وبيقدروا يخلصوا على أول كام حارس بسهولة. بس فجأة الدعم بيزيد وبيجي جيش كبير، وقتها لوكا بيقرر ينقلهم بشكل تلقائي لبوابة النظام بايب، وبيختفوا من المكان وبيوصلوا البايب لحد ما فجأة بيظهر صوت بيطلب منهم يسمعوها، ويويتو وكاساني بيتصدموا من الصوت لحد ما الصورة بتظهر. الغريب ان الاتنين بينادوا الطيف اللي بيظهر وبيكونوا فاكرينه امهم، لكن في الحقيقة هي مجرد طيف وهمي من نظام بايب، وبتعرفهم ان اصلها من توجيتسو من الاطفال المصنعين واسمها واكانا. وبعد ما صنعت كاساني هربت لسو وقابلت جو سوميراجي وخلفت منه كايتو ويويتو. بعدها بتطلب منها يساعدوها ويسلموا دماغهم لتوجيتسو. ساعتها يويتو وكاساني بيعرفوا ان امهم مستحيل تطلب منهم طلب زي ده وبيهجموا عليها، والطيف ده بيعرفهم انها اخدت دماغ واكانا وربطتها بنظام بايب، وفي الحقيقة واكانا ما ماتتش، دي محبوسة في توجيتسو وبيستغلوها. بعدها الطيف بيختفي والارض بتتكسر وكلهم بيهربوا بسرعة لحد ما بيدخلوا المكان غريب ما فيهوش غير جسر واحد، فبيضطروا يجروا عليه لحد ما اغلبهم بيقع لولا الباقيين بيساعدوهم. وبعدها بيكملوا جري لحد ما بيدخلوا بوابة تانية وبيتضح انه جواها وحدة التحكم بنظام بايب، ولما أراشي بتحاول تبرمجها بتكتشف إنه كل البيانات ممسوحة والنظام متدمر. وقتها بيرجعوا لبوابة كوند وبيقرروا يستخدموا الخيوط الحمراء عشان يخلوا كاساني توصل
واكانا في الماضي لانها اكيد هي اللي هتعرف تحل كل مشاكلهم. وفعلا الكل بيجهز وبيتربطوا بنظام SAS وهما بيفتكروا كل حاجة عدت عليهم، وبعدها بيتحوطوا بالخيوط الحمراء، وكاساني بتسافر لوحدها ويويتو بيغمى عليه. انما كاساني بتسافر للماضي وقت حادثة المستشفى اللي المفروض ماتت فيها، وبتقابل واكانا اللي بتتعرف عليها على طول وبترحب بيها. ولما بتستغرب وقتها واكانا بتعرفها ان نظام بايب متصل بدماغ الاشخاص اللي ماتوا في توجيتسو، ومن خلال الخيوط الحمراء ارسل كل بياناتهم لشخص عنده قوة الخيوط، وهي حاليا عارفة كل حاجة بتحصل في المستقبل. فكاساني بتسألها عن بوابة كوند واذا فعلا يويتو لازم يموت عشان البوابة تقف، وبتقول لها ان يويتو لازم يموت قبل ما العالم يتدمر. وبتطلع الجهاز اللي على طول متعلق في ودنه وبيتضح انه بيحميه من فقدان الذاكرة، وبتطلب من كاساني تديه ليويتو وهو طفل لان ده هيساعده في حياته قبل ما تاخدها لعالمهم عشان تساعدهم. لكن يويتو الطفل بيكون سامع كل حاجة وبيخاف وبيطلع يجري. في نفس الوقت بيظهر انذار باخلاء المكان بسبب الوحوش. ساعتها يويتو بيخاف وبيجري بسرعة للمستشفى، لكن بيظهر قصاده الوحش. وبنشوف بعدها كاساني وواكانا بيدوروا على يويتو في كل حتة لحد ما واحد من التوجيتسو بيحاول يقتلها لولا كاساني اللي بتضربه بسرعة. وبعدها الاتنين بيتفرقوا عشان يدوروا على يويتو لحد ما كاساني بتوصل له وبتقتل الوحش وبتقرب من يويتو وبتعلق له الجهاز وبتسيبه للجنود وبترجع لأمها وبيتنقلوا بالزمن وبيظهروا في الحاضر. بعدها بيروحوا للبيت وبتعرفهم ان في طريقة تانية البوابة تختفي بيها من غير ما يموتوا يويتو، وهي لو فكوا تشابك الابعاد. ومحدش هيقدر يعمل كده غير يويتو وكاساني لما يدخلوا لمحطة كرونوس اللي فيها الخيوط، وده نفس المكان اللي دخلوا فيه مع بعض لما البوابة سحبتهم جواها اول مرة. وبعد شوية بيوصلوا لبوابة كوناد وبتعرفهم ان تشابك الابعاد هيبقى خيوط كتيرة مدمجة في بعض ولازم تتفك. وفعلا الاتنين بيدخلوا للبوابة وبيروحوا ناحية التشابك، واول دايرة بتكون عن المشفى القديم، واول لما بيلمسوها بينتقلوا للمستشفى اللي متحوطة بالخيوط وبيبداوا يستخدموا قوتهم ويفكوا التشابك اللي في كل حتة، وهم بيساعدوا بعض لحد ما فكوا كل الخيوط واول دايرة اختفت. وتاني تشابك بيكون في مدينة سو بعد 50 سنة وبيلاقوها متدمرة، بس بيتحركوا لحد ما بيوصلوا للتشابك واللي بيكون صعبة ومتعقدة، وبيبداوا يحرروا جزء جزء لحد ما خلصوها. بس الصدمة بقى ان التشابك الاخير بيشوف فيه حاجة غريبة، بيكون فيه كارين اللي بيقتل ياكمو مؤسس هيموكا الجديدة، وكمان بيمنعهم من الدخول وبيزود الخيوط جدا. وقتها الاتنين بيحاولوا يفكوا التشابك بتركيز شديد لحد ما بيخلصوا اخيرا وبيرجعوا للحاضر، بس بيتصدموا لما بيلاقوا البوابة ما اختفتش. وقتها الام بتحضنهم وبتودعهم وبتعرفهم انها ترجع للماضي لان اكيد سفرها عبر الزمن سبب تشابك زمني، وهي الوحيدة اللي هتقدر تفكه بالرجوع للماضي، حتى لو ده معناه ان التوجيتسو هتقبض عليها وتستخدم دماغها تاني. وعلى طول بتختفي من قدامهم وبترجع للزمن بتاعها، وكمان سابت لهم رسالة صوتية بتعرفهم فيها انها رجعت للماضي علشان تسلم حياتها لنظام بايب وتحمي العالم. وفعلا بترجع للتوجيتسو وبيمسحوا كل ذكرياتها. بس الغريب انها حتى بعد ما عملت كده لسه البوابة موجودة. بعد شوية بنلاقيهم عند واتارو وبيعرفوه بمشهد قتل كارين لياكمو، وتأكدوا ان الشخص اللي كارين قتله كان ياكمو فعلا، وده بسبب القناع الاسطوري اللي كان مشهور بيه. وبعدها الكل بيفكر في اللي بيحصل، واللي معناه ان كارين سافر للماضي وقتل ياكمو ولبس قناعه وانتحل شخصيته عشان يغير تاريخ هيموكا كله من البداية، وبكده هينقذ أليس. بس اللي هو ما يعرفوش انه ممكن يدمر العالم كله من خلال تصرفاته دي. وبسبب كده البوابة لسه ما قفلتش بسبب تشابك كارين وياكمو، ولازم كارين يدخل البوابة ويفك التشابك بنفسه. ساعتها يايتو بيعرفهم انهم لازم يروحوا المكان اللي محفوظ في جسم ياكمو في كبسولة النوم البارد، وده موجود في مدافن عائلة سوميراجي، ويتأكد اذا كان كارين واخد مكانه فعلا ولا لا. بس المشكلة ان المدافن دي ما ينفعش تخشها الا بمفتاح موجود مع كايتو بس. وقتها يايتو بيقرر يكلم كايتو ويتفاهم معاه، لكن واتارو عرفه ان كايتو محبوس في البيت بعد ما ساب الحكم بسبب الفيديو اللي انتشر. وعند يويتو بيجي له رسالة من كايتو اللي عايز يقابله لوحده. فعلا يويتو بيروح له، واول لما بيتقابلوا كايتو بيطلع سلاحه عشان يقتله وياخد دماغه، وبيروح يويتو يقابله فعلا. وكايتو بيكون مش مصدق اي حاجة من كلام يويتو، وفعلا بيدوس على الزناد وبيضرب نار جنب راسه. ساعتها يويتو بيسحب سيفه بس بيهجم على الوحوش اللي بتظهر وبيحوطوهم من كل مكان. وفجأة بوابة كوناد حجمها بيزيد ودماغ يويتو بتوجعه، بس بيتحرك بسرعة وبيقتل كل الوحوش. بعدها كايتو بيعرفه انه عايز ينتقم من اهل القمر بسبب حزام التلاشي اللي دمروا به الارض وقتلوا ارواح كتيرة بسببه. يويتو بيعرفه ان ده غلط وكده هيأذي ناس كتيرة عشان وصية بقالها 2000 سنة ولازم يحموا البلد بدل ما يدمروها. لكن فجأة بتظهر الوحوش ويويتو بيقتلهم، ولما بيحاولوا يهربوا بيتحوطوا بالوحوش من تاني. ساعتها كايتو بيطلع مفتاح المدافن وبيديه ليويتو وهو بيقول له يثبت له انه قوي. وبعدها بيروح للوحوش وبيبدأ يضرب عليهم نار، لكن ما بيقضيش عليهم وكلهم بيحاصروه. يويتو بيتجنن وبيجري بسرعة
وهو بيقتل كل اللي يقابله عشان ينقذ أخوه، لكن للأسف الوحوش بتحاصره، وفي اللحظة الأخيرة بيظهر فوبوكي وبيجمدهم كلهم، وكمان كل أصحابه بيساعدوه. بعدها فوبوكي بيعرفهم إن كل حاجة اتحلت والمنظمتين اتصالحوا وكايتو هيرجع لشغله وفرقة يويتو وكاساني ما بقوش متمردين. بس فجأة بوابة كوناد قوتها بتزيد وبتعمل زلزال قوي في كل حتة، وبينزل وحوش كتيرة جدا في سو، وبعدها بنشوف يويتو بيغمى عليه. بنرجع لسو اللي الوحوش عددها بيزيد وبيكونوا أقوياء ومحدش عارف يواجههم، وقتلوا ناس كتيرة، وموظفين مكتب الحكومة ما بيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي، لحد ما بيدخل كايتو وبيديلهم الأوامر عشان ينظموا الدنيا. وبعدها الفريقين بيوصلوا وبيبتدوا يقضوا على الوحوش بمساعدة فوبوكي. أما بقى يويتو أخيرا بيفوق وبيقرر يروح المدافن علشان يقابل كارين ويفك التشابك، والأوضاع بتهدى نوعا ما والحزام بيرجع لطبيعته. تاني يوم بتروح ليويتو اللي ما كانش قادر يستخدم قوته نهائي، بس مع ذلك بيكون مقرر يزور المدافن عشان يوقف بوابة كوناد وينقذ العالم. وفعلا بعد شوية بيوصلوا لهناك وبيتصدموا لما بيدخلوا وبيلاقوا نفسهم انتقلوا لمقر قيادة وحدة القمع، وما بيكونوش فاهمين هو ايه اللي بيحصل. وفجأة الوحوش بتنزل من تاني في كل حتة حتى توجيتسو وسيران، والكل بيبدأ يقاتل فيهم لحد ما لوكا بيلمح كارين، وأول لما بيجروا وراه بيلاقوا نفسهم في مقر الأبحاث. ولما بيدخلوا الأوضة بيلاقوا وحش نعومي وكل الوحوش محوطاهم، فبيقرروا يهربوا بسرعة، بس بيتنقلوا لطريق كوناد وبينزل عليهم وحوش تانية بتكسر بيهم الأرض. وبتنقل يويتو لمكان غريب وبيلاقي قصاده ناجي زي ما تكون مقبرة عيلة يويتو بتتحكم في عقلهم وبتوريهم أوهام. وبعدها بيشوفوا اللي كان بيحصل لكارين ولوكا، وبتنقلهم أخيرا للمكان اللي اتقتلت فيه ناومي وأليس. ولما بيفوقوا بينتقلوا لمكان تاني وبيظهر قدامهم صندوق غريب بيطلع منه ياكمو، اللي لما بيشيل القناع بيتضح انه كارين. لما بيطلبوا منه يساعدهم عشان يلغوا التشابك بيرفض وبيعرفهم انه بيسافر للماضي عشان أليس، بس ياكمو سحبوا لحقبته الزمنية. وقتها عرف الطريقة اللي هينقذ بيها أليس وربط نفسه بنظام أراهاباكي عشان يغير التاريخ، بس كل ده بيفشل برضه وما بيقدرش ينقذ أليس. حتى لما فك التشابكات مفيش حاجة اتغيرت. فجأة بيظهر شخص تاني شبه كارين وبيتخانق معاه عشان ما قدرش يسافر بالزمن ويرجع ل2000 سنة، وفجأة بيقرب منه بيبدأ ينسخ دماغه ومحدش بيكون فاهم حاجة من اللي بتحصل، لحد ما بيتحوطوا بإعصار شديد والخيوط الحمراء بتظهر بسبب كارين اللي قدر ينسخ كل بيانات نظام أراهاباكي. بس فجأة بيشوف ذكريات كتيرة جدا وبيفضل يصرخ وبيتنقل لمكان تاني وبيلاقي شخصيات كتيرة جدا منه، والأساسي بيفكروا انه مهما يعمل مش هيقدر ينقذ أليس لأنها ماتت خلاص. ساعتها بيتعصب جدا وبيقرر ينسخ قوة يويتو وكاساني عشان يستعملها ويعيد محاولته من الأول تاني، بس أراشي ولوكا بيهاجموه، كل بيحاول يهديه ويعرفوه ان العالم في خطر، لكن ما كانش مهتم غير بالماضي. وبيطلع نسخ كتيرة جدا الكل ابتدوا يهاجموه، لكن فجأة النسخ بتختفي بعد ما خطف كاساني ويويتو لبوابة كوناد وحط فيهم الأسلاك. لكن ناجي وناومي بيظهروا في المكان بمشاهد قديمة في الماضي لحد ما بيبدأوا يضغطوا على كاساني ويويتو عشان يوافقوا يرجعوا للماضي وينقذوهم، لكن مع ذلك الاتنين بيرفضوا يرجعوا والصورتين الوهميتين بيختفوا. ساعتها بيحاولوا يقنعوا كارين ان أليس لو عايشة مش هتحب العالم يتدمر بسببها، بس مع ذلك كارين بيتعصب وبيحاول يسحب قوتهم، بس يويتو بيخلي كاساني تعمل زيه وبيحاوطوا كارين وبيقدروا يحبسوه في ذكرياته بقوتهم، وكل حاجة بترجع لطبيعتها، بس بيفضل كارين لوحده في الخيوط الحمراء وبيفتكر الماضي مع أليس وفوبوكي لما قالت له انها متضايقة من اهتمام كارين الزيادة وعايزاه يهتم بنفسه وحياته، وقررت تهتم بنفسها عشان كارين يطمن عليها. ولما بيرجعوا للحاضر بيفتكروه يقتنع خلاص وهيبطل اللي بيعمله، لحد ما فجأة بيمسك يويتو وبيبدأ ينسخ بياناته وبعدها بيرميه وبيستعد عشان يسافر، لكن الكل بيقف قصاده، ويويتو وكاساني بيستخدموا مهارة الخيوط وبيتربطوا كلهم مع بعض وبيربطوها في كارين اللي بيصرخ بقوة، بس فجأة بيجري ناحية يويتو عشان يقتله، لكن في نفس الوقت بيظهر فوبوكي وبيمنعه وبيفهموا ان أليس ماتت ولازم يتقبل موتها وينقذ العالم. وفجأة يويتو وكارين بيتعبوا وبوابة كوناد بتزيد ومحدش قادر يسيطر عليها. تاني يوم كارين بيقرر يساعدهم ويدمروا بوابة كوناد وكمان حزام التلاشي بعد ما يضخم قوته هو وفوبوكي بنظام SAS، بس لازم دماغ كاساني ويويتو تتحمل قوة أراهاباكي. وبعد شوية الكل بيتجمع حتى قوة سو وسيران. بعدها الفريقين بيتصلوا مع بعض من خلال نظام أراهاباكي وSAS، والخيوط الحمراء بتبدأ تظهر من كارين ويويتو وكاساني وبيحاولوا يحركوا حزام التلاشي وبيطلع منهم طاقة كبيرة لكن ما بيقدروش يتحملوا القوة الضخمة. ساعتها كارين بيقرر يتحكم في أراهاباكي لوحده، ويويتو وكاساني بيزودوا قوتهم ناحية بوابة كوناد والحزام ابتدى يتحرك ناحية البوابة، لكن فجأة يويتو ما بيقدرش يستحمل وبيغمى عليه وده بيعمل خلل في الحزام وبيبدأ يظهر منه وحوش كتيرة جدا، بس بيفوق من تاني وبيكمل العملية وبيطلع منه هو وكاساني قوة كبيرة جدا
وحزام التلاشي بيبتدي يتحرك ناحية البوابة لحد ما بيخلص كله، والوحوش بتختفي بعدها. وقبل ما يقرروا يدخلوا البوابة عشان يفكوا التشابك، كارين بيضربهم عشان يكمل خطته وسط صدمة من الكل بغدره وبيختفي. بس بعدها الخيوط الحمراء بتملى السو وسيران وكمان توجيتسو، وبتظهر السما بطبيعتها، وبوابة كونت بتختفي، والكل بيكونوا فرحانين باللي بيحصل وانهم اخيرا خلصوا من الوحوش وحزام التلاشي. وبيتضح ان كارين ضحى بنفسه وغير الزمن ورجع أليس عايشة في الحاضر، ومات هو مكانها في الماضي، وبتتقفل البوابة للأبد. وبس كده، دي كانت نهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.